أكدت مديرة قصر رؤساء البحر الدكتورة فايزة رياش أن مثل هذه الأيام تشكل فرصة للتعريف بالتاريخ النضالي والمسار الثوري للجزائر الذي رسم صورة مرجعية عن ثورة ألهمت الحركات التحررية في جميع أنحاء العالم. التصريحات في ميكروفون الزميلة شاهيناز علام. فأنا دائما أقول أنه مهم جدا في كل مرة نستذكر ما قدمه الجزائريون، ما قدمه أبائنا وأجدادنا لهذا الوطن الغالي. طبعا ذكرى مجازر 8 ماي 45 التي خصص لها يوم للذاكرة، فلا يجب أن ننسى ولا نتناسى ولن ننسى ما قام به الاستدمار الفرنسي في حق الجزائريين العزل. فطبعا بذلك خصصنا هذه المحاضرة من طرف الأستاذ عظيمي. اخترنا الأستاذ عظيمي لأنه طريقة إلقائه للتاريخ جميلة جدا، يعني اللي ما يحبش يسمع عن التاريخ يسمع، يعني ياخذ من ما يقدمه الأستاذ عظيمي. فخاصة أنه أيضا قدم شواهد لناس شاركت في مجازر 8 ماي 45 في منطقة بني عزيز وعين السبت وخراطة وسطيف وقالمة. مجازر 8 ماي 45 اللي كانت هي بداية المقاومة طبعا، يعني بشكل آخر، وتأثيرها في إفريقيا، يعني خاصة أن الجزائر كانت قبلة للثوار. فأردنا أن نبين من خلال هذا اليوم خلال هذه المحاضرة تأثيرات الثورة الجزائرية على الدول الإفريقية، ماذا قدمت. طبعا الجزائر نعرف أنه الجزائر كما سبق وذكرت قبلة للثوار، ولكن ماذا قدمت أيضا ومن تأثر بها في إفريقيا، وكيف أثرت على الحركات التحررية في الدول الإفريقية إلى يومنا هذا.